والله العظيم النهارده في الفيديو ده بالذات مهم جدا لو انت مهتم بمجال صناعة المحتوى بالاي اي وتستهدف الناس الاجانب او تستهدف المحتويات اللي باللغة الاجنبية، لان طبعا الار بي ام زي ما شفتم في الفيديوهات اللي فاتت بتوصل ل 8 دولار و7 دولار معانا. هعرفك النهارده سر من الاسرار اللي حرفيا ساعدتني كتير جدا 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 في المجال ده، واللي من غيرها ما كنتش هقدر ان انا احقق اي نجاح في المجال ده. طبعا زي ما انتم شايفين دي قناة من القنوات اللي قدامي. اكيد انا وريتكم في الفيديوهات اللي فاتت اكونتات الادسنس الخاصة بيا، فانا مش محتاج ان انا اظهر ده تاني او ان انا اوريكم الاكونتات الشخصية تاني. ولكن عشان تتأكد تقدر تروح تشوف الفيديوهات اللي فاتت عشان تتأكد ان احنا فعلا بنعمل ارباح وارباح كويسة جدا من المجال ده. طيب الفيديو بتاع النهارده هو تجربة عملية، انا مش بقول لك كلام وانا بعملوش. الفيديو اللي قدامك ده او القناة اللي قدامك دي هي قناة خاصة بيا. القناة دي بدأت في حوالي تقريبا 8 او 9 ايام، حصدنا فيها بكل سهولة 300 مشترك، 1200 ساعة. وطبعا دي قناة بادئة من الزيرو، من الصفر حرفيا. والقناة دي بتستهدف الدول الأجنبية. لو جينا كده نبص هنا على الدول اللي احنا بنستهدفها هتلاقي أمريكا وأستراليا وكندا وبريطانيا ونيوزيلندا. طيب الار بي ام في الارباح او المشاهدات اللي موجوده قدامك دي بتوصل كام؟ المحتوى اللي انا بنزله ده لو جينا كده دخلنا وبصينا مثلا على توتال المشاهدات اللي موجوده هتلاقي 16400. فغالب المحتوى اللي انا بنزله بيبقى الار بي ام بتاعه من 7 دولار ل 8 دولار. خلينا نقول 6 دولار. 6 دولار في 16400، انت بتتكلم كده ان في خلال العشر ايام دول مفروض القناة دي كانت تعمل 98 دولار، ولكن القناة دي غير مفعلة. طبعا 98 دولار رقم محترم جدا في 7 ايام، يعني انت بتتكلم في الاسبوع او في الشهر الواحد بتتكلم حوالي 400 دولار، اللي هي هيبقى حوالي تقريبا 20 ألف جنيه. 20 ألف جنيه من قناة يعني بسيطة جدا. القناة دي أنا بتنبأ لها بطموح كبير. طبعا زي ما انتم شايفين بدأنا أول ارتفاع كان 272 مشاهدة، بعد كده طلعنا ل 1600، بعد كده 3000، وطبعا بعد كده نزلنا ل 1100، ولكن رجعنا تاني في الصعود وطلعنا ل 3461. طبعا زي ما انتم شايفين دي النتائج اللي موجوده، وحققنا خلاص 1200 ساعه. قربنا وبنقرب بشكل سريع جدا لتحقيق الشروط. طيب ازاي بقى؟ السؤال او النقطه اللي احنا جايين نجاوب عليها هنا، ازاي ان انا اقدر ادور على المحتوى اللي باللغه الانجليزيه واستهدف بيه اوروبا وامريكا واعمله بكل سهوله والاقي مشاهدات كتير جدا بتجيلي؟ زي ما انتم شايفين اخر 48 ساعه جاي لي 4239 مشاهده، وده رقم محترم ورقم كويس جدا بالنسبه لقناه جديده. اللي جرب منكم واللي اكيد منكم عارف كتير جدا ان المحتويات اللي باللغه الانجليزيه مش محتوى سهل ان انت تنافس فيه. ولكن النهارده هديك طريقة بسيطة جدا فوق ما تتخيل، ولكن انا عشان اوصل للطريقة دي دفعت فلوس كتير جدا جدا، وعشان كده انا جاي اديها لك بشكل مجاني بدون اي مشاكل وبدون اي عنصرية. طبعا كده كل اللي محتاجه منك انك تدخل تعمل سبسكرايب للقناة بتاعتنا الجديدة وهي بيزنس وزمو، هنتكلم فيها ونشرح فيها كل حاجة مهمة انتوا محتاجين تعرفوها، بالذات في مجال الاي اي او في مجال صناعة المحتوى بالذكاء الاصطناعي. طبعا زي ما انتم شايفين كمان هتلاقوا هنا فيديوهات شورتس مهمة جدا لازم تبصوا عليها. طيب تعالى بقى كده نكمل الفيديو بتاعنا بكل سهولة. لو جينا كده بصينا هنا دي القناة ازاي نقدر ندور على محتويات عليها سيرش كبير. اولا كده مثلا خلينا نبص على المجال اللي موجود قدامنا ده، وهو مجال خاص بممثلين هوليوود القدامى. طبعا هنا زي ما انتم شايفين في قنوات كتير جدا جدا تقدر تبحث وتدور في كل القنوات دي. طبعا زي ما انتم شايفين كده الاسماء بتاعت القنوات. طيب احنا هنا هنيجي نبص على نقطة بسيطة جدا جدا جدا. مثلا القناة دي اللي هي يعني اهي القناة دي مثلا هندخل عليها. طبعا بقى في قنوات كبيرة معروفة في مجالات معينة. عندك القناة مثلا دي، هندخل كده ندوس على كلمة فيديوز وهندوس على كلمة popular اللي هي الفيديوهات الأكثر شهرة. ولقيت هنا لفت انتباهي الفيديو ده في شهر واحد جايب 622 ألف مشاهدة. تعالى كده دخلنا على الفيديو واخدنا العنوان بتاع الفيديو ودخلنا عملنا عليه سيرش في اليوتيوب. زي ما انتم شايفين كده عندك هنا قناة الفيديو ده من شهر جايب 622 مشاهدة، وده الفيديو اللي احنا بنتارجته. عندك هنا كمان القناة دي منزلة الفيديو من اسبوعين وجايب 61 الف مشاهدة. على طول كده نروح داخلين على القناة دي، لان القناة دي كده من القنوات المميزة اللي احنا ممكن نستهدفها ونعمل لها كوبي للمحتوى بتاعها وهنجيب منه مشاهدات كتير. القناة دي زي ما انتم شايفين قناة صغيرة،
منزلة 200 فيديو، 36 ألف مشاهدة. ولكن لو جينا دخلنا وبصينا على الفيديوهات بتاعتها هتلاقي في فيديوهات بتجيب بالملايين حرفيا. طيب، دي كده البحث الأولاني اللي احنا عملناه. تعالى كده نشوف البحث التاني طبعا، ونشوف برضو حاجة مختلفة أو حاجة تانية. هنخش هنا برضو على كلمة popular. طيب، هنخش تاني على قناة تانية، ولكن أهم شيء في الموضوع ده إنك تبعد عن أي فيديو فيه حرمانية، لأن في فيديوهات كتير جدا بتبقى يعني فيها حرمانية أو فيها مشاكل كبيرة جدا جدا. تعالى كده نبص مع بعض ونشوف إيه الفيديو اللي إحنا ممكن نستهدفه أو ممكن يعني نتارجته. طيب، احنا عايزين ندور على القنوات الصغيرة اللي احنا ممكن نقدر من خلالها نعمل كوبي للمحتوى بتاعها. طبعا كوبي بعد يعني اعادة الصياغة بتاعة النص او بعد تعديل السكريبت. طبعا زي ما انتم شايفين دي قناة 2000 مشترك، ولو جينا بصينا كده على المشاهدات بتاعتها هنلاقيها 200 الف مشاهدة. طبعا القناة دي انا اول مرة اشوفها دلوقتي وبشوفها كده معاكم. دي الطريقة اللي انا بستخدمها في ان انا ابحث على المحتويات اللي ممكن اعمل عليها فيديو وتعمل كم مشاهدات كبير جدا. بشوف القنوات اللي تكون عدد مشتركينها قليل وكمان عدد فيديوهاتها قليلة وتكون محققة عدد مشاهدات كتير او عدد مشاهدات كبير. مثلا دي قناة من القنوات، ولكن اعتقد ان هلاقي حاجات تانية احسن وافضل من دي. تعالى كده نبص هنا، مثلا ناخد الفيديو ده وهندخل على اليوتيوب، ناخد العنوان بتاعه وندخل نعمل سيرش كده بكل سهولة، وهنختار هنا على كلمة recently upload. ودي الفيديوهات اللي اتعمل لها ابلود بنفس العنوان في الفترة الأخيرة. هناخد مثلا القناة اللي موجودة قدامنا دي. تعالى كده نبص مع بعض على تفاصيل القناة دي. 216 مشترك، 64 فيديو و24 فيديو جايبة 30 ألف. القناة دي تقريبا قربت خلاص تتفعل. طيب تعال نشوف قنوات تانية. عندك القناة دي برضو جايبة 710 مشاهدة في يومين، وهكذا بتقعد تدور لحد ما تلاقي في أي محتوى من المحتويات اللي انت بتبحث عليها قناة بالشروط اللي احنا بنتكلم عليها. قناة تكون سبسكرايب قليل، فيديوهات قليلة، ومع ذلك بتجيب مشاهدات يعني كبيرة. طبعا دي قناة من القنوات برضو اللي ممكن تستغلها. الفكرة بسيطة جدا، واعتقد ان الموضوع مش محتاج ان هو يبقى اطول من كده. الموضوع بسيط، كل اللي عليك تعمله انك تدخل تبحث وتدور بشكل يدوي. ولكن في طريقة تاني بشكل اوتوماتيك، دي هنتكلم عليها ونشرحها بشكل مفصل وبسيط جدا جدا في خلال الايام الجاية. فما تنساش انك تكون عامل فولو او سبسكرايب للقناة بتاعتنا وتنضم لجروب التليجرام، لان فعلا بينزل عليه حاجات مهمة جدا جدا، واكيد الحاجات دي هتفيدك. لحد هنا كده خلص الفيديو. فيا رب الفيديو يكون عجبكم. متنساش لو عجبك الفيديو دعمني بلايك وكومنت واشتراك.